عايز اعمل قاطع السكريت اللي موجود هنا يكون غاطس مش باين معايا. طب ده احنا بنعمله ازاي؟ بنعمله في بدايه من التاسيس من اول مرحله البورسلين. تعالوا كده نتكلم بقى على الكابن شاور او القطوع اللي احنا هنعمله في الحته دي. هنا معانا جزئيه قطوع هيتحط في الجزئيه دي. طيب القاطع الزجاج ده احنا مش عايزين الزاويه بتاعته تبان، بنعمل ايه؟ بنعمل هنا زاويه غاطسه زي ما انتم شايفين كده. خلاص القطوع هيجي يركب داخلي من هنا مش هيبقى باين. طيب الجزئيه اللي تحت برضه نفس الموضوع، بنعملها زاويه غاطسه بالطريقه دي. احنا هنا عندنا القطوع 50 سم، فاصبح ان هو الراجل بتاع السكريت هيجي يركب الازاز على طول مش باين معاه. طيب معانا هنا في الحمام 2 ميل، اي حمام بيبقى موجود فيه 2 ميل. الميل بتاع الميه اللي رامي على الجريلا، والميل بتاع الحمام العمومي اللي رامي على البيب. طيب يبقى احنا معانا الحمام ده هيجي الميل بتاعه كده، ومعانا من هنا هيجي الميل بتاعه كده. يبقى اعلى نقطه في الحمام فين؟ في نقطتين اعلى نقطه، النقطه دي والنقطه اللي هي عند الباب، عشان هما الاثنين جايين كده عشان يقف يرموا الميه. طيب يبقى اصبح ان انا وانا برمي هنا وبرمي هنا وعملت العلاقه دي، لازم افصل ما بين اللي هنا لان الحته دي واطيه والحته دي اعلى نقطه، فلازم افصل ما بينهم بعلاقه. افصل ما بينهم ازاي؟ بزاويه مختلفه الزاويه اللي موجوده دي. يبقى اصبح الميول هترمي كده والميول هترمي كده، واصبح ان السكريت مش باين. تعالوا بقى نشوفها في حمام تاني احنا شغالين فيه وهنبدا نعملها. تعالوا اشرح لكم هناك. طيب ده لسه حمام بيتعمل اهو. احنا معانا دي الزاويه اللي موجوده معانا، دي الزاويه الغطسه، ودي الزاويه الفلاش عادي اللي هي بتبقى ماشيه مع البورسلين. طيب هنيجي نعمل ايه هنا؟ انا معايا هنا كابين شاور، ومعايا هنا الجريل، ومعايا هنا البيب. اصبح ان اعلى نقطه ترمي كده وكده، هيبقى في هنا علاقه مش احسن حاجه. طيب هركب ازاي؟ هيركب الزاويه كده، يبقى هي ماشيه مع البورسلين اهي الحته دي كده، وهيقطع منها حته، هيجيب حته زاويه تانية يقطعها منها، ياخدها ال 50 سم اللي ماشيه لحد هنا كده. تمام؟ طيب العلاقه دي بقى هنعمل فيها ايه؟ نجيب نوع زاويه تاني اللي هو موجود ده وهنقطع منها حته ونحطها في الجزئيه دي، هي بس عشان طويله مش راضيه تثبت معانا، ونحطها في الجزئيه دي. منها خلاص عالجنا العلاقه، ومنها برضو عشان الميه ما تختص لجوه الزاويه، حافظت على الكلام ده كله. فانت لو عايز تعمل كده، دي الطريقه المبسطه اللي انت بتعملها في بيتك لو مش عايز تعمل معاه بالرخام.